بغيتي حلوى تجيك منفخة طرية ومعسلة، اليوم جبت لك حلوى اقتصادية وساهلة بزاف، تتحضر في بلا واحد وعلى ضربة، النتيجة تذوب في الفم كيما المشوك ولا أحسن من المشوك. درت هنايا 2 حبات تاع بيض، والحبة التالتة ديت منها غير الصفار، البياض غادي نخدم بيه في التالي. زدت عليها نص كاس تاع سكر حرش عادي، شوية لاروم تاع لافاني، رشة تاع ملح، وكاس تاع 220 ملي زيت. الوصفة تاعنا سهلة بزاف واقتصادية، ما فيهاش هنايا دهان كامل. هنا خلطت كيما راكم تشوفوا غير بالمغرف، بلا ما نجيب لا برا ميكسور ولا باتور، كلشي غادي يتخلط معايا. وزدت هنا كاس كاوكاو ومحمص وملحي في الركيك، هذا اختياري، كان عندي شويه تاع قطايف نص ونص تاع نوات كوكو زدتهم. هنا غير كاس تاع كاوكاو ولا كاس ونص كافي، يعني ماشي شرط انكم ديروا نوات كوكو ولا القطايف، غير كانوا عندي كملت بهم. لميت هنا قاع الخليط تاعي وبديت نزيد عليه الفارينه غير بشويه. هنا درت ساشي ونص تاع خميره الحلويات، ما درتش زوج باش ما تجينيش البنه تاع الخميره ولا تجيني قارصه. هنايا في الوقت هذا اللي راني نخلط فيه واللم في العجينه تاعي، درت الكوشه تحمى من قبل، شعلت عليها وبقيت هنايا نلم في العجينه تاعي. هنا غير بصباعي لميتها كيما العجينه تاع الصابلي، ما تجينيش يابسه وماشي طريه، يعني قد ما تطيق نمشيها في البلا. هنا كي حسيت العجينه تاعي راهي مليحه وصلت للقوام اللي راني نحوس عليه، جبت هنايا البلا اللي غادي ندخله للكوشه، دهنته بالدهان وحطيت العجينه هنا وبديت نمشي فيها عليه بكل سهوله، لاحظت العجينه هنايا ماهيش يابسه بزاف. في التالي هنايا جبت الكوبات باش نصنع لها قاع الوجه وما تجينيش جهه طالعه وجهه مهوده. البياض اللي خليته على جهه درت له شويه لاروم تاع لافاني، دهنت به قاع الوجه، ودرت هنايا كاوكاو ايفيلي، تقدروا ديروا لوز ايفيلي ولا كاوكاو يكون محمص ومرحي في الخشين. هنا بعد ما طابت لي، انا كي طيبتها على نار من تحت ناقصه حتى وين شفت كاع الحوايج تاعها تحمروا مليح، باش شعلت عليها من الفوق. كي خرجتها وهي هكاك حاميه، فرغت عليها العسل. اللي يبغوها مشربه بزاف ديروا كاس ونص تاع عسل، اللي ما يبغوهاش مشربه بزاف ولا حلوه بزاف غير كاس كيما درت فقط. انا وهي حاميه هكاك بعد ما شربتها بديت نقسم هنايا فيها، سهله في التقسام تاعها وتجيكم هشيشه، تقدروا تاني ترفدوها عادي. كانت هذه هي النتيجة النهائية، نتلاقاو في وصفة سهلة وفي فيديو جديد، سلام.